المكسيك ربحات جنوب افريقيا في التيران، ولكن واش ربحها حتى في التجاره؟ في هذه السلسله غادي نشوفوا المونديال من زاويه واحده اخرى. كل ماتش غادي نقارنوا ما بين جوج منتخبات ونشوفوا شكون اللي رابح في التصدير والاستيراد. المكسيك قويه في تصنيع السيارات، قطع الغيار، الالكترونيات والالات، واغلبيه ديال التجاره ديالها كتمشي للميريكان. اما جنوب افريقيا فالقوه ديالها في الموارد الطبيعيه، الذهب، البلاتين والفحم والحديد، وحتى السيارات عندها حضور. وبالنسبه للمغرب العلاقه التجاريه ديالهم مع جنوب افريقيا كتكون غالبا في المعادن والمواد الاوليه. اما مع المكسيك فالفرص اكثر مرتبطه بالصناعه وقطع الغيار. يعني في الكره المكسيك ربحات، ولكن في التجاره كل دولة رابحة بطريقة ديالها. المكسيك بالتصنيع والقرب الجغرافي من أمريكا، وجنوب إفريقيا بالمعادن والمواد الأولية. خليونا في لي كومونتير كيفاش جاكم هذا الكونسيبت، وهذا ما كان.